السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه طول عمركم قصة واحد. جاك ذاك الرجال يدخل له ذاك القرية ويخش له ذاك البقالة ويقعد يتقضى منها. المهم يوم خلص أغراضه لا ما معي فلوس. قال ميت صاحب الدكان أنا ما معي فلوس. قال صاحب الدكان من يكفلك في العرب؟ قال والله ما أعرف أحد. قال طيب وش يضمن لي حقي؟ قال اللي يضمن حقك أني بعطيك شعرة من لحيتي. قال صاحب الدكان وأنا موافق. قال ميت صاحب الدكان عطني ماء. جاب ذاك الطاسة فيها ماء وحط الماء على لحيته وقام قلبها كذا وعاين فيها لما طلعت شعره. حط يده في الماء ثاني مرة ونفس الطريقة ولا ما طلعت شيء. حط يده في الماء المرة الثالثة وطلعت شعرته لوحدها. مسك الشعرة وحطها في خرقة وعطاها صاحب البقالة وقال هذه عندك. أخذ صاحب الدكان الشعرة وحطها في الصندوق وقال خذ أغراضك والله يستر عليك. راح خذ له مدة. بعد مدة جاك الرجال ذا ودخل على صاحب الدكان. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال بالأمانة اللي عندك. قام صاحب الدكان فتح الصندوق وأعطاه أمانته اللي هي الشعرة بخرقتها. قام ذا ورد الفلوس وأعطاه إياه ومشى. انتشرت السالفة وأصبحت حديث المجالس وأصبحت السوالف فيها. سمع واحد ثاني عن القصة قال أنا بروح لصاحب الدكان. راح لصاحب الدكان وقضى من عنده يوم خلص أغراضه. قال أنا والله ما معي فلوس. قال طيب وش يضمن لي حقي؟ يعرفك أحد هنا؟ قال ما حد يعرفني. قال طيب وش يضمن لي حقي؟ قال بعطيك شعرة من لحيتي. قال ذا وأنا موافق. قام يوم جمع أغراضه كلها وحطها ويمسك لحيته وينتف. لا طلع جمع أغراضه ويوم خلصها هو ينتف لحيته لم طلع منها مجموعة. هو يعطيها قال ود وقف. قال لي لحيته ما هي بغالية عنده ما هم مسددني وأنا أغراضي وحلالي غلان علي. الله يستر علينا وعليك. شوفوا فراسة صاحب الدكان. فالأول عرف أن الرجال بيسدده وفي الثاني عرف أنه ما مسدده لأن الطريقة تختلف. هذه قصة عجبتني وحبيت أني أقولها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.